السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كلام نصلي على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنعمل مع بعض العيش الشامي بعجينة اقتصادية جدا جدا، ودي أنجح طريقة أنا جربتها لعمل العيش الشامي. هنعرف كمان سر التسوية عشان يطلع معاكي مظبوط كده، الطبقة اللي فوق قد الطبقة اللي تحت. تابعوا الفيديو للآخر وبإذن الله هتكوني أستاذة في عمل العيش الشامي أو أي عيش عموما يعني. بس شايفين حلاوة العيش؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة جدا جدا. يلا قومي اشجعي كده واعملي حبة عيش في البيت وقولي رأيك في التعليقات. أول حاجة معايا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، نخلاه كويس بالشكل ده. احط عليه معلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر ورشة ملح. في أسهل من كده؟ والله ما في أسهل من كده. هقلب المكونات دي كويس جدا في بعضها بالشكل ده. بعد كده هنزل بكوباية ونص من المية الدافية. لازم المية تكون دافية علشان ننشط الخميرة كويس، وابتدي اقلبهم كده كويس بالمعلقة لحد ما كده يندمجوا في بعض. هضيف كمان ربع كوباية من المية وابدأ اعجن كويس جدا بالشكل ده. اجمالي المية اللي اخدتها معايا العجينة كوبايتين الا ربع، ممكن ياخد اكتر او اقل على حسب نوع الدقيق. هضيف كمان معلقتين كبار من الزيت بالشكل ده، زيت نباتي عادي من بتاع الاكل بتاعنا. وابتدي اعجن كويس جدا جدا في العجينة. هاخدها كده على الرخامة قدامي وابدأ اعجن فيها لحد ما تنعم معايا تماما. هتلاحظوا معايا كده ان العجينة طرية زيادة عن اللزوم، هي مش طرية ولا حاجة بالشكل ده. هي بتلزق بسيط كده، انا عايزاها كده بالسمك ده بالقوام بتاعها ده، بتلزق كده بسيط. هي العجينة الناجحة دي بتاعت العيش. ابتدي اعجن فيها كويس بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، رايح جاي كده لحد ما تنعم معايا كويس جدا. طبعا علشان تاخدي عيش مظبوط معاكي من اهم نجاحه العجين. تعجني كده كويس في اي معجنات عموما تعجنيها كده كويس، تاخدي نتيجة مرضية ومظبوطة معاكي في الاخر. هعجنها حوالي 10 دقايق كده بالشكل ده. شايفين ان العجينة نعمت بس لسه بتلزق معايا ازاي في ايدي؟ هي بتلزق ليه؟ عشان ايدي فيها عجين، طول ما ايدي فيها عجين فالعجينة هتلزق في ايدي. هغسل ايدي كده كويس وابتدي اشوف العجينة بالشكل ده. عايزة اقول كمان على حاجة مهمة. عايزة اقول ان احنا لو نقدر نوفر اي حاجة نوفرها. مثلا نعمل عيش في البيت. انا لو مثلا هشتري العيش ده من بره، هشتري على الاقل خالص ب40 جنيه. 40 جنيه ناكل عيش بس في اليوم ب40 جنيه. وباقي التزاماتنا نعمل فيها ايه؟ طبعا طلبات العيال مش بتخلص. طبعا انا مش هحرمهم، بس هجيب لهم على قدر المستطاع، يعني مش هجيب لهم كل حاجه بيطلبوها. على قدر استطاعتي انا هجيب. بس كده. فانا بقول لكم يعني اللي يقدر يوفر حاجه يوفرها. نرجع بقى لعجينتنا. هنا عجينتنا كانت عجنت وبقت ناعمه وجميله بالشكل ده. شايفين كمان قوامها حلو قوي ازاي؟ هنا بتلزق في ايدي بس بتفك، مش بتسيب عجين في ايدي بالشكل ده. دي العجينه الناجحه. هجيب كده مسحه زيت كده بسيطه من فوق ومن تحت كده واغطيها واسيبها تخمر. هسيبها زي نص ساعه. انا هيك هنا كنت رايحه اصلي الظهر كده، عجنتها والظهر اذن. صليت الظهر كده ورجعت لها بعد ما عملت شويه حاجات، لقيتها خمرت يعني ما حسيتش بيها بصراحه. وده شكلها بعد ما خمرت. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اديها بوكس كده في النص، افش الخمر بتاعها شويه. بعد كده هاخدها على الرخامه ابتدي اجزئها لكور صغيره. طبعا هرش الحاجه اللي هحط عليها كور العجين كده رشه دقيق. طبعا حجم الرغيف ده حاجه ترجع لك، عايزاه كبير عايزاه وسط عايزاه صغير، دي حاجه ترجع لك. انا كده هعمله وسط بالشكل ده. طبعا انت لو عملتيه صغير بيبقى شكله حلو قوي قوي قوي. بعد التسويه هو صغير. طبعا اي حاجه صغيره حلوه. ولازم تقفلي العجين كويس جدا من تحت علشان العيش بعد كده يقب وينفخ معاك يبقى شكله جميل. لازم التقفيله اللي من تحت دي كويس جدا بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان قد ايه العجينه ملمسها حلو قوي قوي. بتتشكل معايا بمنتهى السهوله، بتقفل على بعضها كده بمنتهى السهوله. بس كده هخلص كل كميه العجين اللي قدامي دي، كورها كده كويس. ولازم اقفلها كويس زي ما قلنا من تحت عشان العيش يبقى ناجح معاكي في الاخر. خلص الكميه دي كلها وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه تاني مع بعض. هنا بعد ما خلاص كده كورت العجين كله بالشكل ده، هغطيه كده بكيس وعليه فوطه على طول. وهجيب كده رشه دي وابدا باول كره انا كورتها. شايفين ملمس العجينه حلوه قوي ازاي؟ هبدا بقى افردها على رشه دقيق من فوق ومن تحت بالشكل ده. عايزه اقول لكم انه بيتفرد معايا بمنتهى السهوله.
العجينة متخمرة صح، عجينة مظبوطة من الآخر. هبدأ كده أديرها وأحركها من جميع الجهات عشان تتفرد بسمك موحد يعني من جميع الجوانب. وما دوسش عليها في النص قوي، علشان لو دوست في النص مش هتقب معاكي بعد التسوية أثناء ما انت بتسوي. وده سمك الرغيف المناسب. طبعا أثناء ما أنا بفرد كده كنت جبت الترابيزة كده وفرشت عليها ملاية كده نظيفة أو قماشة، وأحط أرص عليها العيش جنب بعضه بالشكل ده. زي ما قلنا انا وبفرد كده احرك الرغيف كده يمين شمال كده لحد ما يتفرد معايا بسمك موحد. وده السمك المناسب للرغيف. طبعا ممكن تعملي كمية من العيش ده وتخزنيها في الفريزر. تخزنيها ازاي؟ تجيبي العيش بعد ما يستوي كده تبرديه كده كويس، بعد كده تكيسيه في اكياس وعلى الفريزر على طول. ما تسيبوش يبات خالص لا في التلاجة ولا بره التلاجة، عشان هيفرول معاكي مش هيبقى حلو خالص. ده نصيحة لأي عيش عموما يعني. لو عايزة تخزنيه بعد ما تسويه، بعد ما يبرد تماما وتكيسيه كده على الفريزر على طول. ما تسيبوش يبات بره التلاجة أو في التلاجة، على الفريزر على طول. طبعا العيش الشامي اللي احنا بنعمله ده بيبقى حلو قوي قوي في الحواوشي، جربوه ان شاء الله بإذن الله يعجبكم. بيبقى كمان حلو قوي جنب المشاوي، بيبقى حلو قوي بالجبنة. والله بيبقى تحفة كده، حتى لو أكلتيه كده بيبقى تحفة. هنا بس خلاص كده خلصنا فرد للعيش، فردناه كله. طبعا لازم زي ما قلنا نحط العيش على ملاية نظيفة او على قماشة، علشان نقدر نحركه بعد الخمر، يعني بعد ما يخمر كده نقدر نشيله بمنتهى السهولة الشكل ده. هجيب كمان قماشة نظيفة تاني وابتدي اغطي العيش بيها، واسيبه زي 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، مش اكتر من كده. نيجي بقى لموضوع التسوية. هنا جبت التصام معايا وقلبتها على وشها بالشكل ده. ممكن تجيبي صاجة الفرن الإضافية لو عندك، تقلبيها كده على وشها وتبتدي ترص عليها بالشكل ده. أهم حاجة أسيب التصان تسخن بالفرن، يسخنوا كده كويس علشان العيش ينجح معاكي. بعد ما سخنت التصان والفرن الفرن كده كويس والتصان سخنت جوه الفرن، ابتدي ارص العيش عليها بالشكل ده. واقفل الفرن كده لحد العيش ما يقب معايا وينفخ بالشكل ده وياخد سواه. شايفين طالع بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. طبعا عايزه اقولك انك تشيل العيش بمنتهى السهوله، يعني شيليه كده بالراحه جدا. يعني ممكن لو ضفرك دخل فيه او صبعك كده دخل فيه مش هيقب معاكي اثناء التسويه. شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه العيش ناجح، بينفخ كله بسم الله ما شاء الله من اول رغيف لحد اخر رغيف. هنا هنعرف نشيله ازاي. همسك كده طرف الملايه معايا وابتدي اقلب بيها الرغيف على ايدي زي ما واضح قدامكم كده، بمنتهى السهول بالراحه جدا علشان ما فيش الخمر بتاعه. وعلى الفرن على طول بالشكل ده. يا رب يكون واضح معاكم وسهل معاكم بإذن الله. لازم نشيله بالراحة جدا بالشكل ده علشان ما نبوظش منفش الخمر بتاعه. لازم الفرن تكون سخنة جدا زي ما قلنا. وده شكل العيش النهائي بسم الله ما شاء الله تحفة جدا جدا. عايزة اقول لكم ان كل العيش قب معايا من اول رغيف لاخر رغيف، يعني حاجة كده تحفة ما شاء الله. تعاملي معاه كده كأنه بيبي كده، شيليه بالراحة كده علشان يظبط معاكي اثناء التسوية. شايفين كمان طبقات العيش، الطبقة اللي فوق قد الطبقة اللي تحت بالشكل. لو عايزه تخزنيه زي ما قلنا بعد ما يبرد كده كيسيه على الفريزر على طول، ما تسيبوش يبات في التلاجة او بره التلاجة علشان ما يفرولش معاكي الشكل ده. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لايك للفيديو عشان يترفعوا القناة بإذن الله تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.